السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، بجد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، وهي بخصوص الإسهال أو علاج الإسهال عند الأرانب الفطام، وازاي اتفادى مشاكل الاسهال عند الارانب الفطام علشان الارانب ما يجيلهاش اسهال. وطبعا الاسهال يا جماعه بيعمل مشاكل كتير جدا عند الارنب. بيبدا الارنب يجيله اسهال ويجيله عمليه حاجه اسمها جفاف، يبدا الارنب يسلسل ويتنفخ، ويبدا الارنب يموت منك وتبدا تخسر في مشروع الارنب بعد تعب 30 يوم رشار، وطبعا 35 يوم رضاعه، يبقى كده بعد شهرين وخمس ايام، وطبعا 5-6 ايام كمان بعد الفطام اللي خدناك في شهرين ونص. تمام، الارنب بدا يموت منك وبدات تخسر في مشروع الارنب بتاعك، وترجع تقول مشروع الارنب فاشل، مشروع الارنب فاشل. قبل اي حاجه يا جماعه، عشان انظم نفسي مع الارانب علشان ما يجيليش موضوع الاسهال، لازم كميات العلف يا جماعه تكون بكميات العلف محدوده وتكون بنظام. تمام اهي، وتكون العلافه يا جماعه نظيفه، مفيش فيها ميه او فيها بول مكان العلف، علشان الارنب لو اكل علف عليه بول او عليه ميه يبدا الارنب يجيله مشاكل معويه ويخش مشاكل اسهال وانتفاخات. ده اول شيء. اول حاجه بمشي مع الارنب بكميات علف محدوده. اعذروني يا جماعه عشان عنده واخد دور برد. نمشي على الارنب بكميات علف محدوده، وبظبط العلافه، والعلافه تبقى نظيفه بتاعتي، وطبعا خط الميه لازم يبقى نظيف ومتطهر، مفيش في قلبه ريم او بكتيريا او اي مشاكل في خط الميه. ده اول شيء. تمام، يبقى انا كده باقي الارنب بتاعي وبحصن الارنب بتاعي ان هو ما يجيلوش اسهال. بمنع الاسباب اللي تجيب للارنب اسهال، ان انت تاكله اعشاب خضراء ان كان برسيم او حاجات خضراء. تمام، او الارنب ياكل كميه علف كتير، تمام، زياده عن الحدود، فيبدا يجيله تلبك معوي ويجيله انتفاخات، والانتفاخات تقلب باسهالات. او خط الميه مش متطهر ومش نظيف، في بكتيريا يبدا يضر الارنب يجيله اسهال. او اخد دور برد جامد عليه تيار هواء مفتوح زي ما كده يا جماعه، ده فاتحه بس عشان التصوير، بس فاتحه ده عشان التصوير عشان الاضاءه. تمام، بعد كده بقفله على طول. تيار هواء مباشر على الارنب، يجي الارنب ياخد دور برد ويجي له اسهال. بس عدينا لها. ماشي يا شباب، ده نقطه. او العلف بيجي عليه بول او ميه، الارنب ده ياكل منه يجي له انتفاخات ومشاكل معويه واسهال. تمام، ده الاسباب. قبل اي حاجه، قبل ما اتكلم في موضوع العلاج، لازم نعرف السبب علشان امنع السبب. لان في مثل بيقول اذا منع السبب بطل العجب، اذا منع السبب بطل العجب. تمام، قبل اي حاجه اعرف الارنب بتاعي عنده اسهال ولا لا، لما بتلاقي الزبل بتاع الارنب نازل فيه زبل طري وسايح على المشمع، او بتلاقي اسهال لازق على السلك تحت رجلين الارنب ولازق في اخراجات مكان المخرج بتاع الارنب زبل وطري، يبقى ده الارنب ده عنده اسهال. يبقى الارنب ده عنده ايه؟ عنده اسهال. تمام، اتعامل مع الارنب ده ازاي؟ قبل اي حاجه بمنع العلف نهائي. امنع العلف نهائي نهائي نهائي. تقول الارنب هيموت من الجوع مفيش حاجه اسمها الكلام ده. امنع العلف نهائي، وده في المكان عندك. لو السبب من سبب برد والكلام ده في المكان عندك. تمام، وهتجيب قش رز، قش بتاع الرز اللي هو العفش بتاع الرز الناشف، وهتحط للارنب فوق ظهر البطاريه كده، او ترفع الباب وتقوم جاي شبك القش هنا كده ومنزل على الغطاء الباب ده كده وقافل بالسيستم. تمام، فوق ظهر البطاريه. تمام، بعد كده يا ابو نرمين انا كده عملت اول خطوه يا جماعه.
منعت العلف وحطيت قش رز. القش رز بيساعد على ايه؟ القش رز نسبة الهضم في القش تقيلة، فبتبدأ يمسك المعدة بتاعت الأرنب. يبدأ يمسك المعدة، إن بيمشي تقيل في الأمعاء بتاع الأرنب، ياخد فترة على ما يخرج من جسم الأرنب. تمام؟ تمام. بنجيب حاجة اسمها أنتينال بشري مطهر معوي. مطهر معوي أنتينال بشري لعلاج الإسهال. الأرنب الصغير زي اللي قدامكم كده يا جماعة المفطوم ده، بجرعه سنتي. بجرعه سنتي في الفم. سنتي في الفم. بيتجرع سنتي في الفم. بجيب سرنجة، تمام، 3 سنتي صغيرة، وأقوم ساحب منها سنتي من إزازة الأنتينال المطهر المعوي، وأقوم مجرع الأرنب ده في الفم. آجي من الفم كده من الجنب هنا يا شباب، وأبدأ أجرع الأرنب في الفم. أضغط ضغطة بسيطة وأخلي الأرنب يسحب مني. ما اضغطش السنتي الأنتينال العلاج، ضغط مرة واحدة بقلب الفم، يقوم قافل الحنجرة بتاعت الأرنب، تمام، ويقوم عامل مشاكل رئوية على الرئة بتاعت الأرنب. شفتوا يا جماعة؟ يبقى الضغط عبارة عن ضغط بالراحة، وخلي الأرنب هو اللي يسحب منك في العلاج. ما لقيتش انتينال، في امريزول، في كباكت مركب. انزل تحت يالا، تحت يالا، تحت يالا. ما لقيتش انتينال، في امريزول، تحت يالا، في كباكت مركب. تمام؟ يبقى انت تمنع العلف نهائي وتحط قش رز، وبعد كده تبدا تشتغل مع الارنب بعلاج الانتينال لمده قد ايه يا جماعه؟ لمده 24 ساعه الى 48 ساعه. من 24 ساعه ل 48 ساعه تمنع العلف نهائي، وتحط قش رز فقط لا غير. قش رز فقط لا غير. ان مشيت كده صدقني هتلاقي نفسك نجحت في مشروع الارنب بتاعك، ومفيش عندك ارنب جاله اسهال نهائي. لو مشيت كده زي ما انا بقول لك والله العظيم ما تلاقي عندك ارنب مصاب بالاسهال. كميه العلف محدوده، نبل الميه نضيف، العلف نضيف، العلافه نضيفه، مفيش في قلبها بول، مفيش في قلبها اي مشاكل، هتلاقي عندك الارنب بتاعك عمرك ما هيواجه مرض ولا يجيله اسهال ولا انتفاخات ولا اي مشاكل معويه. ليه؟ والله يا جماعه الاسهال ده بشوفه عندي، والله اللي احسن منه منكم الدنيا كلها. الاسهال ده ما بشوفه عندي بفضل الله. خدت بالكم؟ والحمد لله ارنب صحه كويسه وحيويه، مفيش بعد كده. في الارنب قاعده بتتنطط اهي. تمام يا شباب؟ فحبيت من خلال حلقه النهارده ديت برضه ردا على اسئله المتابعين اللي بيسالوني الارنب ابو نرمين جالها اسهال بعد الفطام وانا بخسر، والارنب بتاع بيجي لها اسهال وانتفاخاته بتموت ومش عارف ايه، وكان حبيب قلبي ده اهمال منك انت. انت اللي شغال غلط. انت يا حبيبي اللي شغال غلط. لو شغال صح هتلاقي الارنب حيويه يا جماعه وصحه ما شاء الله. حيويه وصحه. حاجات ما شاء الله ممتازه جدا يا شباب. ما تلاقيش اسهال على المشمع. ما تلاقيش اسهال، زباله ناشفه. حاجه حلوه. الارنب ان شاء الله ظهر عامل ازاي يا جماعه؟ شوف الارنب يا جماعه، ارنب صحه. ارنب صحه يا شباب. اهو شوفوا شايفين؟ فانت كده بتحافظ على مشروعك ان انت بتمشي مع الارنب صح في كميات العلف. كميات العلف. بظبط خط المي مع العلافه بتاعتي قبل ما بحط العلف. ابص في العلافه هل العلافه نظيفه ولا بقلبها بول ولا بقلبها ميه ولا بقلبها اي حاجه. انضفها، انشفها وانضفها، بعد كده احط العلف على نظافه. بعد كده احط العلف على نظافه. تمام يا شباب؟ طبعا دي كانت حلقه النهارده، علاج الاسهال او مشاكل الاسهال عند الارانب. ازاي تحمي ارنبك من الاسهال علشان ما يجيلوش اسهال، وتقدر تتكلم معاه وتقدر تعالج الارنب بتاعك وتتصرف مع الارنب بتاعك علشان تنجح في مشروع الارنب. ده حته صفر يا جماعه ما شاء الله، ربنا يبارك، شقيه جدا. تمام؟ طبعا يا شباب بقى لو انت لسه ما اشتركتش عندنا في القناه ما تنساش انزل تحت اشترك عندنا في القناه وفعل زر الجرس
وادعم الفيديو بلايك. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.